فاكرين فيلم كده رضا بتاع احمد حلمي؟ لو انا جيت قلت لك ان فيلم كده رضا اتعمل منه جزء تاني بس مش من بطولة احمد حلمي، ومش فيلم المرة دي، ده اتعمل مسلسل اسمه فقرة الساحر، بطولة 3 اصحاب، نفس الفكرة اللي كانت في الفيلم ولكن اتطورت بشكل مختلف شوية واتعملت مسلسل فقرة الساحر. ودي المراجعة الاولى للمسلسل اللي هتقولك تتفرج ولا لا. هحكي لك. احنا عايزين نعرف ازاي نقدر ناخد الفلوس دي من غير ما نتلط او نتحط في اي مشكله. انا جعان. قصة المسلسل يا سيدي بتتكلم عن 3 شباب نصابين، كل واحد فيهم ذكي وعنده قدرة مختلفة عن التاني، قدرة بمعنى موهبة. في منهم اللي موهبته الرسم بدقة قوي، وفي منهم اللي موهبته انه يقدر يدخل على اي سيستم ويعمل اي حاجة على الكمبيوتر، ومنهم اللي موهبته التعامل مع الناس وذكي حبتين. ال3 كانوا اصدقاء في المدرسة وهم صغيرين، ومن هم صغيرين باين عليهم انهم هيكبروا في يوم من الايام يكونوا اكبر نصابين في البلد. وفي الحقيقة لما بيتجمعوا بعد كده بسبب الظروف اللي بتجمعهم بشكل غريب جدا في القصة، إلا إنهم فعلا بيشكلوا فريق يقدروا ينصبوا على أكبر عدد من الناس يقدروا عليه. وأول حدث كبير بيحصل في أول 3 حلقات هي فكرة القبض عليهم بعد عملية نصب بيعملوها. احنا ال3 اصحاب من زمان. انا ملاحظ ان قلبك مات على الاخر وبقت عاجباك قوي السكه الشمال. احنا بس محتاجين فرصه عادي. بنخش في أكتر من فلاش باك ورا بعض عشان يعرفك ويبني لك الشخصيات دول من هم، ومن هنا تبدأ معاك أحداث المسلسل اللي تعتبر مسلية بشكل كبير قوي. الذكاء في كتابة الخطط وكتابة طريقة النصب اللي هم بيعملوها مش هتفكرك غير بفيلم كده رضا، بذكاء وأسلوب كتابة فيلم كده رضا. يمكن من سنة 2006-2007 تقريبا ما شفناش فيلم عن النصابين بالذكاء اللي اتكتب بيه فيلم كده رضا، وده اللي حصل في مسلسل فقرة الساحر. كل قصة مكتوبة عن عملية نصب هم قاموا بيها مكتوبة بإحكام شديد قوي، مش هتلاقي ثغرة في طريقة النصب اللي بينصبوا بيها، ودي تعتبر من أكتر الحاجات الذكية في الكتابة. يا ده انت كنت بتضرب خيط من النسر مش الامضه بس. ومحدش هيعرف شكلنا ولا هيكشفنا ولا اي. وخليني اقول لك ان ده مش غريب على المؤلف اياد صالح اللي كتب قبل كده فيلم الحريفه الجزء الاول والجزء الثاني، ده غير مسلسل كتيبه 101، ده غير ان انا سمعت انه شارك او كتب في مسلسل الكرتون اللي كان اسمه عالم سمسم اللي كان بيتعرض على القنوات المصريه الارضيه تقريبا في بدايه الالفينات، يعني 2001 2002. اهم نقطتين كانوا مطمنيني ان اتفرج على المسلسل ده هي التاليف اولا ثم الاخراج، ولكن خلينا في التاليف، وهي فكره ان اياد صالح ما بيكتبش قصص وحشه. انت في ورطه كبيره قوي، الباقي اسوء بكتير. الحل الوحيد عشان تطلعوا بره الليله دي كلها وتشتغلوا معانا. بس خليني بقى اخدكم ونروح لابطال المسلسل وهم 3 في الحقيقه، طه دسوقي وعلي القاسم واسماء جلال. لو جينا اتكلمنا عن طه دسوقي فهو رمز الكوميديا في المسلسل حرفيا، لدرجة انك قادر تضحك من جملة هو قادر يقولها بتلقائية في السيناريو. الا انك لو جيت فصلت طه دسوقي مع اسماء جلال في مشهد لوحدهم هتحس ولو للحظة انك بتتفرج على نسخة مختلفة من فيلم عصابة حمادة وتوتو اللي كان بطولة عادل امام ولبلبة. الا انك بمجرد ما بتجمع ال3 ابطال مع بعض تحس انك رجعت تاني لنفس فكرة كتابة فيلم كده رضا اللي كان من بطولة احمد حلمي. ليه دخلك المدعكه اللي بينكم دي؟ هديكوا 25% من قيمة الدعم. المشكله دي هتاخد قد ايه؟ المسلسل بحد كبير تقدر تقول انه مشوق او هيخليك تكمله وتستنى حلقاته. يمكن يكون مش من اهم اسبابه هي فكرة الاداء التمثيلي، لان القصص اللي بتكون عبارة عن عمليات نصب او حتى القصص البوليسية ما بتعتمدش اعتماد كامل على الاداء التمثيلي انها تخلي الناس تتفرج وتتابع المسلسل. الا ان الاداء التمثيلي لل3 اذا كان طه دسوقي او علي القاسم او حتى اسماء جلال، ال3 عاملين الادوار ببراعة، كل واحد فيهم طالع بنفسه، شخصيات خفيفة جدا ولطيفة انت هتحبها وانت بتتفرج عليهم. اما لو اتكلمنا عن ضيوف الشرف في اول كام حلقة فانا مش هتكلم غير عن واحد بس وهو نور النبوي اللي كان طالع عامل نفسه خالد النبوي. يعني انت يوم ما تحاول تغير صوتك وتضحكنا تتقمص خالد النبوي، لا وهم عشان يكملوها كمان راحوا جايبين لك افيه عن خالد النبوي نفسه. لو كانت مقصودة في الكتابة وكانت مقصودة من الاخراج انه يمثل بالطريقة دي فدي عبقرية، انما لو كانت من نور النبوي نفسه ابعد عن والدك شوية والله هترتاح وتريحنا. رجالتك باعوك في ثانية عشاني. خلصت يا جابر، بس في حاجة أخيرة عايز أقولها لك، الجديد شديد. لو جينا اتكلمنا عن الإخراج كمراجعة أولى لأول كام حلقة، فبمجرد ما بتدخل في فلاش باك والفلاش باك ده يدخلك في فلاش باك وتفضل كده لحد ما تبقاش عارف انت بدأت منين أساسا، دي في بعض الأحيان كانت تعتبر مملة،
لما بترجع لأول حدث خالص انت رحت بفلاش باك منه تحس ان في ملل وبطء في الأحداث. ولكن يجي هنا الذكاء الإخراجي الغريب اللي برغم انك انت اللحظة حسيت بملل، إلا ان برغم كثرة الفلاش باك والرجوع في أحداث كتيرة انت ما بتتلخبطش نهائي وكأنك ماشي على سياق واحد. وهنا يجي الإخراج للمخرج الكبير تامر محسن. مش سهل الموضوع. على فكره سهله، ممكن اعلمك. طب خليني ارسم حلو. بس انت بتتعاملي مع ده اصلا كانه ورقه. نقطة الإخراج تقدر تقول عليها إنها تاني أهم نقطة في المسلسل ده، لأن من غير طريقة الإخراج دي من المخرج الكبير ده كان زمان الناس ما اتفرجتش عليه من أول حلقة كمان. ده غير طبعا إن المخرج الكبير تامر محسن واحد من المخرجين التقال قوي في عالم الفن. يعني عندك مثلا أخرج مسلسل لعبة نيوتن، ومسلسل هذا المساء، ومسلسل بدون ذكر أسماء. كل الأعمال دي كانت من إخراج المخرج تامر محسن. فبالتالي من الجهة الإخراجية برغم إن بجد في لخبطة شوية في كتابة الفلاش باكس اللي بترجع بيها أو في ملل في السياق نفسه، إلا إن الإخراج هنا ساند الكتابة، ودي تعتبر شيء كويس جدا خلينا قادرين نكمل المسلسل ومستمتعين بيه كمان. الراجل اللي بره ده مش هيخرج من هنا غير لما توصلي البيت بلوحه وتطمنينا كمان. كده مشكله في رقمي. لا مستحيل، الرقم صح، وجربي تاني معلش. اما بقى لو رحنا عن الكام حاجه اللي مش عاجبني في المسلسل وواقفين لي عضله لحد دلوقتي، هي الاداء التمثيلي لبعض اللي مشاركين، من اهمهم علي القاسم. علي القاسم طالع بشخصيه هو متقمصها قوي في مسلسل انت المفروض طالع بتهزر معانا. شخصيه علي القاسم جديه بزياده في مسلسل المفروض انه هزلي بشكل من الاشكال، حتى في طريقه كتابه النصب في هزليه في الكتابه، ودي تعتبر عبقريه مش شيء يضعف من القصه. ولكن يجي علي القاسم ويحسسك بتقل في الإفيه. لو اتقال إفيه قدام علي قاسم هتلاقي ان الإفيه وقف عند اللي بيقوله ومفيش رد فعل من علي. احنا داخلين على ليله كلها ناس خطر، محتاجه نشمر كده ونموت قلبنا. الناس ما بيتقسموش لاغبياء واذكياء. ولكن لو فكرتوا فيها شويه برضو ممكن تحسوا انها نقطه قوه للشخصيات، ان الثلاث شخصيات بعاد عن بعض تماما، وان كل واحد ليه مواصفاته الخاصه بيه، ودي تعتبر نقطه قوه. ولكن كمشاهد وانا بتفرج في بعض الاحيان انا عايز اضحك على افيه طه دسوقي، فالمفروض ان علي قاسم يكون ليه رد فعل على الافيه عشان بجد الافيه يعلى اكتر، ولكن الافيه بيقف عند اللي بيقوله قدام علي قاسم. النقطه الثانيه اللي بجد بتمنى انها تتغير مع الوقت واللي متوقع انها تتغير هي فكره سرعه الاحداث. احنا قعدنا اول 3 حلقات بنبني ال3 شخصيات بس، بحيث ان البرنامج بيقول ان المسلسل كله على بعضه 8 حلقات، فبالتالي لازم يكون في سرعه في الاحداث في الحلقات اللي جايه عشان بجد المسلسل ده يبقى 10/10. لحد دلوقتي المسلسل ده واحد من افضل وامتع المسلسلات اللي موجوده على منصات النهارده، وهكمل المسلسل لان بناء على كتابه القصص وكتابه افكار النصب الجديده اللي بجد بتفكرني بفيلم كده رضا لازم اكمل المسلسل ده. المهم انتوا قولوا رايكم في المسلسل لو كنتوا اتفرجتوا عليه، ولو ما كنتوش اتفرجتوا هل متحمسين تتفرجوا عليه من الاعلان ومن الابطال اللي عمل نفسهم؟ مستني رايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. اشوفكم الفيديو الجاي. الناس نوعين، في ناس طماعين وفي احنا